السلام عليكم البنات. اليوم راني جايبت لكم وصفه محبوبه الجماهير كارانتيكا، كامل صغير وكبير يحبوها. يعني وصفه سهله اقتصاديه بنينه بطريقه رائعه ممتازه وبمقادير مضبوطه. اول حاجه راح نجيبوا هذا الساشي تاع 250 غرام كما راكم تشوفوا. راح نفتحوه نديروه في هذا البول. رانا فرغنا هنا في هذا البول، وراني جايبت لكم معاه واحد السر اللي راهم يعانوا من حساسيه لا غريب يعني في هذا الموسم لانه موسم بارد. جيبي معنا اختي هذا القرعه اللي كتشوفي فيها تاع لتر كما كتشوفي تاع يوطرو ماء. يعني لا عندك ولا عندك قرعه تاع بلاستيك، انا هذه تاع زجاج، يعني اللي كان متوفر عندك قيسي بها لتر ماء. بعد ما وضعنا يعني حمص مطحون تاع الكارانتيكا راح نضيفو هذا اللتر تاع الماء كما كتشوفوا. راح نضيفوها كامل على هذيك 250. فوالا راكم تشوفوا معايا انا ضفناها كامل. هنا عندي ملعقه، حليب بودره يعني بهذه الصغيره كما كتشوفي، وعندي ملعقه ملح. يعني ما راح نضيفوا لها حتى شيء، فقط هذو هما اللي راح نضيفوهم ونخلطوا. وراح نقول لكم على واحد المكون اللي كنت نقول فيه، يعني اللي مريضه ولا يعني هنا ما ضفنا حتى شيء، فقط الماء حمص مطحون. راح نخلطهم بيان مع بعض، راح نخلطهم جيدا. لا تنسوني من الاشتراك والبارتاج، جيم، لايك، تعليق شباب. يعني فوالا كما راكم تشوفوا راح نخلطهم جيدا مع بعض. كذلك بعد ما نخلطهم عندنا هذا المكون السري اللي راح نضيفوه، قلت لكم عليه لاغريب والريح وكل شيء. راح نديروا هذا الزعتر، جربوا الطريقه ورجعوا لي خبر. راح نضيفوا هذا الزعتر كما راكم تشوفوا، كنا نقيناه من هذوك العيدان اللي يجوا فيه. راح نخلطوا كيما هكا. يعني اللي يحب تستعملها كمشروع ما ديرش الزعتر، وفي دارها ديري الزعتر لوليداتك، يعني حتى في مشروع ويجي الزعتر عادي. وبعدها راح نضيفوا الحبه نتاع البيض، ودركا راح نزيدوا هاد الحبه نتاع البيض. راح نخلطوا غايه، خلطوا جيدا. يعني راح نخلطوهم مع بعض جيدا من هكا. يعني نعتذر، يعني راني نطول عليكم شويه، لا غالب ظروف، تعرفوا الاولاد يقروا، تعرفوا كلش. يعني راني حاطه لكم شحال من وصفه اللي حبت تتبعها، يعني وصفه المطلوع، وصفه المادلين، يعني طرق بسيطه ورائعه جدا. فوالا بعدها راح نضيفوا الزيت 3 ملاعق فقط. يعني هذا الزيت في الاخير نضيفوه. راح نخلطوا جيدا. وهنا بعد ما خلطناها جيدا راح نخلوها 2 دقائق ترتاح. انا خليها 2 دقائق فقط. كي نحب نطيبها راح نعطيكم اسرار كثيره فيها باش تنجح لكم وتجيكم شابه وبنينه ويحبوها اطفالكم ما يستغنوش عليها. فقط ما عليكم الا مساعدتي بالجيم والبارتاج، لايك، اشتراك، وراح نعطيكم وصفات كثير حلوه. اول حاجه راح نديروا الكوشه تاعنا تسخن جيدا من الاسفل ومن الاعلى، ما راحش نحطوها فيها وهي بارده. وهنا رانا غطينا الكيران تاعنا بعد ما خلطناها ترتاح. راح نقولكم على سر جامي شفتوه في اي قناه، يعني حصري على قناتي.
في هذا البلا اللي راح نفرغوا فيه هذا الخليط راح نضيفوا كما راكم تشوفوا 2 ملاعق زيت ولا ملعقه زيت، يعني على حساب الخليط، على حساب البلا، على حساب الكبر تاع البلا. تشوفي فوالا راه واضح. راح ندهنوا بالبانسو هذا البلا فوالا كما راكي تشوفي. ثاني حاجه هو السر اللي يعني السر الاول قلنا نضيفوا الزعتر، هذا اللي يكون مغريبي ولا حساسيه ولا بنه شابه. ثاني سر يعني درنا هذا الزيت 2 ملاعق، راح نضيفوا واللي جامي شفتوه 3، يعني حتى يتغطى القليل من هذا القاع نتاع هذا البلا. الماء ممكن 3 ملاعق 4 ملاعق، يعني على حساب القاع اللي عندك تاع البلا. وقولوا لي في التعليقات واش رايكم، هذه شفتوها ما شفتوهاش؟ انا راح كشفتها لكم، يعني تبعوا. راح نزيد لكم بزاف وصفات رائعين للمشاريع للمأكولات البيت، يعني كل مره نجيب لكم حاجه جديده. كما راني حاطه لكم وصفات تاع المادلين تاع المطلوع، كيفاش نيبسوا طريقه تاع النعناع، كل شيء يعني هكا. راح ندخلوه في الفرن يسخن بيه بهذا الماء كما راكم تشوفوا، يسخن جيدا. والسر علاش درنا له هاك بالتالي راح نكشفوه لكم، لكن السر مازال ما نكشفش هنا. تبعوني حتى للاخير راح تكتشفوا معايا بزاف صوالح. بما انكم وصلتوا هنا ما تنسونيش من التعليق، جيم، اشتراك. وهنا راح بعد ما سخنت الكوشه تاعنا ندو الكارانتيكا تاعنا محبوبه الجماهير، يعشقوها اطفال صغار وكبار، للفرن تاعنا. ودركا راح نزيدو نكملوا السر تاعنا اللي راح يعطيها بنه شابه وتحميره هايله تهبل. انا عندي هاد الهريسه، يعني خذي منها فقط قطره ولا زوج، يعني ما تكثريش باش ما يجيش حار للاولاد. ودرت هنا يعني راني دايره قطره ولا زوج، وراني دايره 2 ملاعق زيت، كاس اتاي صغير ماء، خلطتهم مع بعضهم وراح نكبهم فوق هذا الخليط اللي راه فوق الكوشه نتاع الكرين محبوبه الجماهير. ودركا محبوبه الجماهير راهي واجده معنا وحاضره معنا، يعني كيما راكم تشوفوا راهي يعني ريحه هذاك الزعتر راهي تفوح رائعه جدا. محبوبه الجماهير كارنتيكا رائعه جدا، يعني راح نقسمها معكم وتشوفوا كيفاش راح تنقسم. فوالا والسر اللي قلت لكم عليه، راح نحكوا على السر اللي قلت لكم عليه، انكم ضيفوا الماء مع الزيت في البلا. يعني قلت لكم غير قسمه هكا، يعني حوالي 3 ملاعق او 4 ملاعق على حسب البلا. وثاني حاجه هذاك الماء اللي ضفناه في التالي مع هذيك الخلطه يعطيها هذه التحميره، يعطيها بنه شابه احسن من اللي راح ديري فيها الكمون للداخل، وراح على بالنا كامل الكمون للداخل راح يهبط للقاع وراح يجي لون غامق من الاسفل، يعني راهي تبان تشهي رائعه روعه. يعني فوالا البنات شوفوا كي راهي، شوفوا بلاصتها اسكو راهي باقيه معمره هنا، راهي خاويه. البنات والله غير جربوها وادعوا لي دعوه خير ليا ولبناتي، والله ينجح بناتنا وولادنا ان شاء الله ويجعلهم في اعلى المراتب واعلى المستويات. جربوها البنات. باغي نقول لكم حاجه، انا في هذيك الخلطه اللي درتها ضفت ملعقه صغيره فقط من السكر لانه درت الهريسه. نتوما جربوا ورجعوا عليا الخبر بالماء والزيت وكل شيء. اللي ما فهمت حاجه تخلي لي في التعليقات. جربوها راني نقول لكم تهبل البنه ما عندي واش نحكي عليها. جربوها والله العظيم غير تولي معشوقه عندكم نتوما الولا. نستحق فقط دعاء والخير. ما تنسونيش بالجيم والاشتراك والبارطاج حباباتي، راح نمد لكم وصفات رائعه جدا لا تنسى بمعنى الكلمه. وانتظروا الوصفه القادمه راح تكون للمشاريع خاصه.